السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة بقى هعمل معاكم فكرة حصرية معايا انا بس. الفكرة دي هنستخدم فيها علبة البرينجلز الكبيرة واللمبة دي، وانا محتاجة من اللمبة الجزء ده بس. وعلبة البرينجلز هفرغ منها جزء، فهنجيب مع بعض كده ورقة وابدأ كده يعني بتني الورقة من النص وبحدد عليها شكل فانوس او اي شكل رمضاني انتوا تحبوه. والشكل اللي انا محدداه ده هتشوفوا قد ايه هو سهل قوي. هو مجرد كده دايرة ونازل لحد تحت، فسهل قوي. هنحدد بقى الشكل ده على العلبة بأي قلم ألوان أو قلم ماركر اللي موجود عندكم. ولو مش موجود ازازه علبه سوري زي البرينجلز، ممكن ازازه كلور، ممكن اي حاجه شبيهه ليها يعني تقدروا تنفذوا بيها الفكره. هبدا احدد كده الشكل اللي انا قصيته على العلبه اللي عندي، علشان يبقى سهل بعد كده لما اجي افرغها. اهي حددتها بقت تمام. هبدا بقى افرغها بالقطر وهتتفرغ معايا بسهوله. علبه البرينجلز دي برضو ورق، ف بتبقى سهله. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده في الفيديو يضغط لايك، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل، علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناه ويوصلوا كل الافكار الجديده اللي بنعملها. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفكره بتاعتنا والافكار التانية اللي بنعرضها على القناه. اهو بعد انا ما قصيتها جبت قطعه صنفره بسيطه علشان اي زوايد تبقى من القص اسويها وتبقى شكلها حلو. اهي سويتها وبقيت عندي بالشكل ده، والشكل عندي بقى واضح. عندي بقى انا الدهان البلاستيك ده، هجيب كده الدهان ده وهضيف منه شوية. وده لون ازرق، العلبة دي بتبقى ب5 جنيه من عند بتوع البويات. بضيف اللون حسب ما انا محتاجة. انا هنا ممكن اتقل اللون سنة، لانه بعد كده الدهان البلاستيك بيفتح درجتين، فلازم نكون واخدين بالنا من الجزء ده. وهدهن طبعا بيه بعد كده لما احدد اللون ادهن العلبة بتاعتي. هنا دهنت العلبة بتاعتي كلها باسفنجة كده بطريقة الدق، ودهنتها من جوه كمان، وبقت عندي بالشكل ده. شايفين اصلا شكلها بقى حلو قوي والشكل يبان اكتر ازاي. عندي بقى طبعا بتاعة اللمبة اللي وريتها لكم في البداية، ودي كانت بتاعة ازازة برفيوم، ودي استرساية صغيرة لولاية يعني. وده الاستراس اللي بنستخدمه مع بعض، في منه ذهبي وفضي وفي منه الوان، ومتوفر وسعره رخيص. هنبدأ نستخدم الخامات دي مع بعض. بس انا من جوه مش عايزاها يكون لونها كده. انتوا شايفين ان انا استخدمت التزيين معايا باللون الذهبي، فكانت عندي الورقة الذهبي دي. ف هقص منها جنبين، التنيات اللي فيها دي في جنبين منهم، هي كل الجوانب بتاعتها زي بعض، فهي كلها مقاس واحد. هقص بس منها جنبين واخد بالي وانا بقص عشان يطلع الشكل معايا مظبوط. ولو مش موجودة عندكم تقدروا تستخدموا الفوم، هيبقى حلو جدا جدا برضو. بس انا دي كانت متاحة عندي فاستخدمتها. انتوا استخدموا زينوا بالمتاح عندكم. ما تنسوش اللايك يا حلوين، بجد اللايك بيفرق وبيكون تقدير منكم على الافكار اللي بقدمها لكم. فياريت كل اللي بيحبني يضغط لايك. اهو باجي بقى يعني بتني الورقة شوية كده، وببدأ ادخلها في الازازة من فوق، او ازازة مش عارفة ايه في العلبة من فوق. سوري سوري على الغلط. اهو زي ما انتوا شايفين المقاس مظبوط معايا. ببدأ بس اظبطها اكتر ويبقى شكلها كويس، ما يبقاش في جنب اكبر من جنب ولا حاجة. وانتوا لو حابين تسيبوها زي ما هي فضي من الاول من جوه وتزينوها بتزيينات فضي برضو هتبقى حلوة قوي، هتبقى اسهل ليكوا كمان.
هبدأ بقى ايه اكمل بقية التزيينات بتاعتي. شايفين اللون الذهبي جوه نور الفكرة بتاعتي ازاي؟ هلزق كده كل الاجزاء دي مع بعض، بس هزينهم الاول بالاستراس. هنا ضفت ليها صف واحد من الاستراس بس، حسيت انها مش محتاجة اكتر من كده علشان الشكل يبقى معانا رقيق وحلو. وكمان اللولاية الذهبي دي هلزقها فوق. بحاول اضيف شمع مش كتير علشان ما يطلعش بره ويبوظ معايا الشكل والديكور اللي معايا، لان لو الشمع طالع كتير بره ما بيكونش شكله حلو ابدا. وهضيف برضو من الشمع على الجزء ده والزقه في نص الدايرة بتاعه اللمبة. وهضيف استراس برضو عند اللولاية اللي فوق عشان ينور الشكل شوية. اهي بقت عندي بالشكل ده. هجيب بقى الشمع واضيف على العلبة او اللمبة اللي معايا، يعني الجزء اللي من اللمبة ده. وبرضو احاول مخرجش كتير من الشمع، احاول احط على الداير بس علشان يطلع معايا الشكل كويس. ببدأ اساويه عشان يطلع المكان مظبوط. اهو هنا سويته، وهضيف ليه الاستراس العريض شوية وهيداري معايا الشكل بتاع اللمبة ويظبط معايا الديكور اكتر. اهي لزقتها، شايفين شكلها شيك قوي، اتغيرت جدا. وعندي انا صف من اللولي من الاستراس ده هضيفه على الشكل اللي عندي كله على الاطراف بتاعته. وهتشوفوا قد ايه هيفرق جدا في الشكل. تزيين بسيط وخفيف جدا لكن بيفرق جدا جدا في الشكل. جزء بقى من اللي انا قصيته الذهبي اللي انا ضفته جوه ده، قصيت منه شكل هلال صغير، ما قدرتش اقص اكتر من كده عشان الجزء اللي انا قصاه صغير شويه ما كانش عندي منه. وهضيف الهلال ده فوق. شايفين بقى الجمال والشياكه؟ بجد حلو وشيك جدا، والوانه مبهجه وشكله جميل، ومحدش يتخيل ان احنا عاملينه في البيت ابدا. ديكور بسيط لكن شيك قوي، يشرفنا في رمضان، وكمان احنا نبقى مبسوطين لما نشوفه. وهوريكم كمان الشكل في الضلمة. وشايفين الجزء اللي هو اللمبة اللي فوق ده منور ازاي؟ هنا بعد ما قللت الاضاءة شوية، ودلوقتي هطفيلكوا الاضاءة خالص. شايفين النور؟ شايفين منور من فوق ومن جوه، والذهبي طبعا منور معاه اكتر. شكله حلو قوي. اتمنى لو عجبكم تضغطوا لايك، ومتنسوش تقولوا لي رايكم، واستنوا كمان الفيديوهات الجايه. باي.